السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا بعض الافكار اللي احنا ممكن نعملها من الربر. لو احنا عايزين نعمل حلق من الربر، في مجموعة من الافكار احنا ممكن نعملها وسهلة وبسيطة وكمان غير مكلفة. اول حاجة احنا ممكن نعمل من الربر، يعني مثلا ممكن نعمل الشكل ده، مثلا شكل من اشكال الحلق اللي هو من الربر. ممكن نعمله بالشكل ده كده. احنا عملناه هنا من الربر الملون وحطينا فيه 3 قطع من الالماس بالشكل ده كده. يعني عملنا مجموعه الاول من الربر، يعني احنا مثلا ممكن نمشي لغايه كده المسافه دي كده، وبعد كده نحط من الالماس، وبعد كده نعمل برده مسافه كده بالنظر كده، ان احنا نحط 3 قطع كده، كل قطعه ما بينها شويه من الربر، بحيث ان احنا يكون عندنا قطعتين، والقطعه الثالثه يعني تقريبا في نص قطعه كده او في نص الحلقه بتاعنا، ويكون ده الشكل بتاعه اللي هو من الربر الملون وحاطين معاه الالماس. ده شكل برضو او دي فكرة من الربر الملون، وهو غير مكلف. احنا ممكن نعمله نستخدم معاه ونستخدم معاه الالماس اللي يكون موجودة عندنا، سواء كانت الالماسة الكبيرة او الالماسة الصغيرة. ممكن نعمله بالشكل ده كده، اللي هو يكون من الربر الابيض، ونحط في النص كده واحدة من الالماس بالشكل ده كده، ودي القطعة التانية بتاعته. ده برضو اللي هو حلق من الربر، وحطينا فيه في النص كده واحدة الماس او واحدة من الالماس. يعني شكله بسيط، نفس الوقت شيك جدا وحلو، لان يعني احنا بنعمل الشكل اللي هو يكون بسيط وفي نفس الوقت شكله حلو. ممكن نعمله سادة كده، يعني بالشكل ده كده. يعني نستخدم الشكل اللي هو الربر الملون اللي يكون فيه برتقاني بالشكل ده، نستخدم معاه الربر البرتقاني بحيث ان هو يكون لايق عليه، ونعمله نصين، نص من اللون البرتقاني والنص التاني من اللون اللي هو الملون، ويكون فيه داخل برتقاني. الفرع الملون الواحد بيكون فيه درجات كتيرة، ممكن يكون على برتقاني، ممكن يكون على روز، فاحنا بنختار اللي هو يكون فيه برتقاني، ونحط معاه البرتقاني الساده بالشكل ده كده، بحيث ان هو يكون شكله متناسق مع بعض. وده اللي هو الجزء التاني بتاعه، وده طبعا شكله شيك جدا وقيم، وفي نفس الوقت بسيط وغير مكلف. ممكن برضو نعمله بالشكل ده كده، ان احنا نستخدمه من الربر الاسود، ونستخدم معاه اللي هو السي سي بي الفضي. احنا استخدمنا هنا اللي هو النص ده من الاسود الساده، وبعد كده بدأنا نحط خرز السي سي بي، حطينا واحده وحطينا مجموعه من الربر بالشكل ده كده. يعني مجموعه من الربر، خمسه من الربر او 6، وبعد كده واحده من السي سي بي، ونبدأ ان احنا نعملها او نكررها، يعني حوالي 6 مرات، وبعد كده او 7 مرات. يعني نعمل الناحيه التانيه بنفس الشكل كده بالتبادل، مجموعه من الربر وما بينهم السي سي بي بالشكل ده كده، فبيدينا الشكل ده في النهايه. شكله حلو برده، شكله قيم، كمان شكله جديد. ده من الربر الاسود وخرز السي سي بي. احنا ممكن نعمله برضو شكل مختلف، شكله حلو برضو، يكون في تشكيلة من الربر، بحيث ان احنا يكون مش كل الاشكال نحط فيها الالماس، لا ممكن نستخدم هنا خرز السي سي بي بالشكل ده كده. برضو شكله حلو وشكله جديد، شكله يعني قيم، وكمان الخرز السي سي بي مديله منظر كده ومنور اللون الاسود. ممكن نعمله بالشكل ده كده برضو. ده احنا استخدمنا هنا الربر اللي هو الفوشيا، واستخدمنا هنا الربر الملون اللي بيكون موجود فيه الروز او الفوشيا بالشكل ده كده، وحطينا هنا واحده من الالماس، وهنا واحده من الالماس في الجزء اللي هو بيكون تحت كده بالشكل ده. ده برضو شكل من الربر الروز او الفوشيا، ومعاه الربر الملون اللي بيكون داخل فيه الفوشيا ده برضو او نفس الدرجه بتاعته، وحطينا في النص قطعتين من الالماس بالشكل ده كده. ممكن نعمله بالشكل ده كده، اللي هو يكون القطعة دي عملنا فيها ايه؟ استخدمنا فيها اللون الاسود واللون الابيض. عملنا نص القطعة كده من هنا باللون الاسود زي ده كده، مثلا عملناها كل دي كده اسود لغاية ما وصلنا لحد النص، حطينا واحدة من الالماس، وبدأنا نعمل هنا النص التاني مجموعة من الربر الابيض، وبعد كده اسود، وبعد كده مجموعة من الربر الابيض، ان هما يكون نفس المسافة او المسافات متساوية بالشكل ده كده، بحيث تكون المسافات بتاعته متساوية وتدينا الشكل ده. ده اللي هو الربر الابيض والاسود. ممكن نعمله بالشكل ده برضو كده، او ممكن نعمله باللون الاصفر وداخل فيه احمر بالشكل ده كده، يعني يكون لايق مع اللون الاحمر، فحطينا معاه الاحمر بالشكل ده كده. فعملنا ايه؟ اول حاجه عملنا جزء من الربر
عملنا جزء من الربر الاصفر، وبعد كده عملنا 3 من القطع اللي هو الاحمر ده، يعني مثلا ايه 6 من الربر وما بينهم يعني حطينا واحده خلاص سي سي بي، وبعد كده 6 من الربر الاحمر، وبعد كده واحده سي سي. عملناها 3 مرات، وبعد كده بدانا نحط باقي المسافه من خرز من الربر اللي هو الاصفر بالشكل ده كده، فادانا الشكل ده وشكله قيم وكمان غير مكلف. احنا استخدمنا فيه خرز السي سي بي ودخلنا اللون الاحمر مع اللون الاصفر، وده شكل برضو من اشكال الحلق اللي هو بالربر. ممكن نعمله ساده بالشكل ده كده، ده برضو حلق من الربر ساده كده، يعني عملناه من الربر الفوشيا ودخلنا فيه الربر الملون فيه ابيض، يعني فوشيا في ابيض، فعملنا برضو كده مجموعه من الربر، وبعدين عملنا مسافه حوالي 6 من الربر الملون اللي داخل فيه ابيض وداخل فيه فوشيا نفس اللون، وبالتبادل كده عملنا لمسافه ربر فوشيا حطينا فواصل من الربر الملون اللي هو ابيض في فوشيا بالشكل ده، فادانا الشكل ده كده في النهايه. برضو شكله حلو جدا وقيم وكمان غير مكلف، يعني احنا محطناش فيه حاجه، يعتبر ساده كده. ممكن نعمله ربر الروز بالشكل ده كده، وحطينا فيه هو خرز السي سي بي. عملناه ازاي؟ حطينا 5 من الربر او 6 من الربر الروز، وبعد كده حطينا واحده من السي سي بي، وبدانا ان احنا نكرر بالشكل ده كده، يعني 6 من الربر وبعد كده واحده سي سي بي، 6 من الربر واحده سي سي بي بالتبادل لحد ما خلصنا المقاس كله اللي احنا عاملينه من الحلق، وادانا الشكل ده في النهايه. برده شكله حلو وشكله جديد. ودي القطعه التانية بتاعته. شكله حلو برضو الشكل ده وجديد برضو. استخدمنا هنا خرز السي سي بي. ممكن نعمله سادة بالشكل ده كده. احنا هنا عملناه نصين، نص من الربر الاسود ونص من الربر الروز الفاتح بالشكل ده كده، برضو شكله حلو وشكله شيك. وهنا مستخدمناش حاجة، يعني احنا عملناه نصين بس كده. وده برضو فكرة تانية من الربر ممكن احنا نعملها بالشكل البسيط ده، وشكلها حلو برضو طلع ترند. ممكن نعمله من الربر الملون ومندخلش فيه حاجة خالص، يكون سادة بالشكل ده كده. ده احنا عملنا طبعا كل الحلقان دي معمولة على سلك السوستة، فاحنا بنقطع سلك السوستة وبنعمل المقاس اللي احنا عايزينه، يعني ممكن نصغر الدايرة او ممكن نكبرها. طبعا احنا هنا مصغرين الدايرة شوية بحيث ان هو يعني في ناس ما بتحبش الحلق يكون كبير، دايرته كبيرة قوي، بتكون الدايرة بتاعته صغيرة شوية بالشكل ده كده. دي في ايدينا احنا ممكن نعملها دايرة كبيرة او دايرة صغيرة، فدي تعتبر دايرة صغيرة شوية. وعملناها هنا، عملنا المقاس بتاعها كلها من الربر الملون بالشكل ده كده. شكله حلو وبسيط برضو، يعتبر ترند لسنة 2023. دي بعض الأفكار اللي احنا ممكن نعملها من حلقان سنة 2023، وكمان أشكال بسيطة وغير مكلفة. طبعا كل الموديلات دي موديلات سهلة وبسيطة تنفيذها وغير مكلفة. يا رب تكون الموديلات الجديدة بتاع النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.